ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عنوان الفيديو صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش. هنا بقى هعمل ايه؟ هعمل صينيه كفته تنفع. برضو ممكن نعملها في شهر رمضان جنب شويه بطاطس محمره شويه مكرونه، بس مش في الاوائل يعني. لما احس ان عملتنا عايزه ايه، حاجه كده ايه، يعني اكله سهله وسريعه بقى نكون خلاص فرهضنا. آه هنا بقى حطيت ايه، حطيت ملح وفلفل، ما بحبش احط بهارات كتير عامه للحم. وضربت لها بقى في الكبه فلفل وبصل، مش بقى اصفيه. انا بقى ايه، بحطه كده بميته على السكه بقى، اصبحها كده في صينيه من غير اي دهون خالص، بدون اي دهون يعني. صدق جربوها بالطريقه ديت وصدقوني هتعجبكم جدا. هرصها بقى كده في الصينيه كلها. وبعد كده بقى ايه، هنا بقى دي عندي ايه، شويه ربع مج ميه وملح وفلفل برضو. ودي ايه، هرسه شطه اختياري لو انتم مش متوفر عندكم عادي. بس ايه، هي كان متوفره عندي، لكن لو مش مبقاش مش متوفره يعني ما بحطهاش. هنزل بقى كده عليها بالكفته بقى كده ايه، يعني يعتبر ايه، هحطها كده ايه ديت هي بصوا هنزل عليها كده بتشطشطها وبتخليها طعمها واو واو واو. طبعا لو ما عندناش رز شطه عادي مش هنحطها، هنعمل بس ايه، وممكن ما نحطش اي ميه اي سوائل خالص، وهي تنزل كل السوائل اللي فيها يعني لو انتم مش عايزين. هنا بقى حطيت طماطم بقى. الطماطم دي لما بتشوي بقى تحت الشوايه، لما بايدي الشوايه كده على اخر 10 دقايق، والبصل ده بيشوي كده، انتي بتاكليه قبل الكفته من جماله. يعني من جماله انا باكله قبل الكفته بصراحه. بحب احطه كده في عيش مع حته كفته، بيبقى طعمه تحفة. حمر بقى جنبها شوية بطاطس، شوية مكرونة بصلصة، مكرونة محمرة اللي احنا عاوزينه يعني. عامة ايه، احنا يعني بعمل لكم الفيديو وانتوا عايزين ايه تمشوا الفكرة ماشي. بس ايه، اي حاجة ايه تنجز في اي يوم يعني. هنا بقى خلاص هي تدخلها الفرن بقى سخن. هنا بقى بعد ما طلعت اهي، بصوا الصوص اللي نازل منها ده احلى حاجة فيها، وطرية جدا. وبصوا جامدة جامدة والله يا جماعة، جربوها صدقوني تعجبكم. بس اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة، وكل سنة وانتم طيبين.